عسلامة ومرحبا بكم. جبتلكم من ريسات زلابية وبزوز ألوان، وصفة سهلة واقتصادية باش تنسيو بها الوقفة قدام اللي بيع الزلابي في السخانة وشدان صف طويل. الوصفة جات هشوشة وتتقرمش وبنينة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. في وصفتنا لليوم نستحق 200 جرام فرينة، مغرفة صغيرة سكر، شطر مغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة سكر فاني، ومغرفة صغيرة خميرة جاتو، ومغرفة صغيرة خميرة خبز، ومغرفة صغيرة ملح، ومغرفة صغيرة زيت، والماء دافي اللي مش نخلطو بيه. نبداو بخميرة الخبز، خميرة الجاتو والسكر وبقية المكونات، والزيت، ونخلطوهم باش المكونات يدخلوا في بعضهم. الكركم اللي زدناه هذاك اللي مش يعطينا اللون الأصفر متاع الزلابية، ونقعدو نزيدو في الماء بشوية بشوية. لازم الماء في الأول تكون المزيج متاعنا لزج شوية باش نحلو المكونات الكل في بعضهم، ما يقعدولناش الكعابر متاع الفرينة. ومن بعد نقعدو نزيدو في الماء لين نتحصلو على خليط كي هكايا، كي نهزو الفواي متاعنا يهبط بكلو خيط مسترسل، ما يتقعدش يتقطع الخليط. وتوا نغطيو الخليط متاعنا بابي سولوفان. انا ما عنديش بابي سولوفان، خديت ساشي، ونزيدو منديلة ونخليوها تخمر. الزلابية على قد ما تخمر على قد ما تكون الوصفة متاعنا ناجحة. انا محكومة بالوقت، خليتها تخمر ساعتين، انتم تجمعوا تخليوها حتى ليلة كاملة. في الوقت هذايا نحضروا الشحور متاعنا اللي هو كيلة ماء، كيلة سكر، وعصرة قارص. عملت شطر قارصة، وعملت سكر فاني بنكهة الزهر باش يعطينا ريحة بنينة ومطعم بنين. نحط المكونات متاعنا فوق الغاز، ونخليوها لين تغلي وتعقد. من بعد ساعتين تبارك الله كما تراو العجينة متاعنا خمرت، نحيو الهواء متاع الخميرة، نرجعو نهبطو البات متاعنا،
وخذيت هذوما دبابس متاع المايونيز يتباعوا في أي مجازا وماهمش غاليين، لقيتهم عند عزيزة حكاية فارغة 18 يظهر لي الزوز، ونصبوا فيها الخليط. بالنسبة للزلابية الحمرا خذيت ملون باش نرميها في الدبوسة الأخرى. باهي اللي ما عندوش دبابس هذوما ما نحيروش، نجمو ناخدو دبوسة مع عادية صغيرة ولا حتى كبيرة ونعملو فيها نقبة من فوق، المهم ما تفوتش 1 مليمتر باش ما تجيكمش خشينة برشا الزلابية. كيما تراو أسهل من هكا ما فماش. توي كي أنا راهو الزيت متاعنا سخن ولا، ونبداو نحطو كعيبات الزلابية متاعنا، راهم ما ياخدوش برشا وقت باش يتقلاو، كي تحسها إنها يبست وشدت روحها هذاك الوقت معناها طابت، ما نخليوهاش لين يتبدل اللون متاعها. الكعبة الثانية خليتها أكثر من الوقت تبدل اللون متاعها، ضاع اللون الأصفر. إذا تفترشت لك وقت اللي انتي تعمل فيها تنجم تهزك على المفترش وترميه من فوق على كعبة الزلابية هكاكا تتلم. ولازم تهز الزلابية من الزيت وتحطها في العسل، ولازم الزيت يكون على نار ضعيفة ماهيش حامية، سينو كعبة الزلابية متاعنا تتفترش وتتحل، والزيت لازم يكون سخون باش يتمص وتقعد ديما مقرمشة الزلابية متاعنا وبنينة. هذوما الكعيبات متاعنا حضروا كيما تراو تبارك الله ما شاء الله جونا برشا كعبات، وراهو هذوما الكعبات بشطر الكمية أكاهو، معناها تنجمو تقسموها وتعملوها على نهارين تخبيو الكونتيتي الأخرى في الفريجيدير. ما تنساوش باش تشتركوا بقناة